مساء الخير على حضراتكم جميعا، يا رب الجميع يكون بخير. تفويت مباراة نادي الأهلي، نتائج الدوري المحلي، قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز. طبعا طلع علينا الإعلام امبارح، أولهم كابتن أحمد حسام ميدو، بأن محمود جاد حارس مرمى النادي المصري مفوت المباراة للأهلي، وجميع الرياضيين أو النقاد الرياضيين قال لك إن مستوى أنتوني موديست لا يرقى للنادي الأهلي. طبعا تصريح مارسيل كولر إن الأهلي هيلاعب سان جورج طبعا بدون موديست، لأنه لسه لم يتم قيده في دور الأبطال، وإن شاء الله هيكون. مباراة الدوري انتهى منها 6 لقاءات لحد الآن. طلائع الجيش والبنك الأهلي 2-0، نادي مصر أو نادي زد والإسماعيلي 1-0 لنادي زد، واللي بنبارك له طبعا أول مباراة في الدوري ويفوز على نادي الإسماعيلي. الأهلي والمصري 4-0، الداخلية إنبي 1-0، المقاولين بلدية المحلة بتفوز 2-0، سموحة والجونة التعادل 1-1، فاركو فيوتشر غدا، الأهرام والزمالك غدا الساعة 4 فيوتشر وفاركو، الساعة 7 الأهرام والزمالك، اتحاد اسكندرية وسيراميكا كليوباترا الساعة 7 أيضا. جاءت تشكيلة الزمالك للمباراة بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى محمد صبحي، عبد الرحمن نفاد، حمزة المسلوسي، عمر جابر، محمود علاء، مصطفى الزناري، محمد طارق، محمد عبد الشافي. خط الوسط: نبيل دونجا، عمرو السيسي، محمد أشرف رؤى، محمد حسام بيسو، وأوباما وسيد نمار وأحمد عبد الرحمن، إيشو، شيكابالا، إبراهيم أنضاي، مصطفى شلبي. في خط الهجوم: ناصر منسي وعلي ياسر. غياب أحمد سيد زيزو وفتوح وسيف الدين الجزيري لأسباب فنية. طيب حد يقول لي إن دي تشكيلة نادي الزمالك؟ بصراحة أنا مش مصدق والله الأسماء، بجد. دي تشكيلة نادي الزمالك اللي هتلعب بكرة قدام بيراميدز اللي جايب صفقات تعدى المليار جنيه. غياب فتوح وغياب احمد سيد زيزو زي ما قلت لكم في فيديوهات قبل مستحقاته. اما سيف الدين الجزيري لاسباب فنيه. طب وانت عندك مين غير ناصر منسي هو اللي فيه الروح شويه؟ مستر اسوريو تقريبا هيبقى في مذبحه هيبقى في مذبحه قريب فعلا في المدربين، ويا ريت الاتحاد الجبلايه بتاعنا يقتضي بالاتحاد المغربي لكرة القدم أو المكتب زي ما بيقولوا هناك. طبعا المدير الفني له نادي واحد في الدوري الممتاز كل سنة، لو اتشال في نص الموسم أو في بداية الموسم ما بيدربش تاني في الدوري الممتاز، يروح يمسك درجة تانية. يا ريت نشوف الكلام ده في مصر. ليه بقى؟ لأن كلها 4 أسابيع وهيحصل مذبحة أجهزة فنية، ومتعودين عليها كل سنة. أجهزة فنية هتتغير كل شوية. لو ده محطوط في مصر هنشوف وجوه جديدة وهنشوف أفكار جديدة وهنرتقي بالكرة المصرية. ولو وصلت معايا لحد هنا اعمل لايك، اعمل اشتراك في ولو متابعني من على اليوتيوب اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس